بيبدأ الموسم الثاني بهزة أرضية، وبنشوف كافكا ومينا وهما بيجروا، وأول ما مينا بتقع على الأرض كافكا بيطمنها بيقول لها كله هيبقى تمام. بعدها بنشوف قوات الدفاع وكافكا بيشجعهم. بعدها بوم انفجار يدمر المبنى، وكافكا بيدور على مينا بس ما بيشوفهاش بسبب الغبار. وأول ما الغبار يختفي نشوف قوات الدفاع كلهم مجهزين أسلحتهم، وفي مقدمتهم مينا للهجوم على كايجو رقم 8. كافكا في موقف لا يحسد عليه، كلهم بيطلقوا عليه النار وهو مصدوم. كافكا في هذا الوقت بيتحول لوحش عملاق يدمر كل حاجة قدامه، ومع صراخه المدمر بتنفجر المدينة، وبنلاقيه بيصحى من النوم مفزوع. بعدها بنشوف مينا وهي بتبص على الدمار اللي حصل بسبب المعركة الأخيرة. في نفس الوقت بنشوف الضابط سوشيرو بيقترب من مينا ويقول لها مر 5 أيام على احتجاز كافكا ومحدش عارف ايه اللي هيحصل له. تاني يوم بنشوف كيكورو وهي بتفتكر أحداث المعركة وبتقول لازم أصير أقوى. في نفس الوقت بيدخل عليها القائد إيجي بيقول لها جاهزة تنضم للفرقة الأولى؟ كيكورو بعد التوتر أنا جاهزة بكل قوتي. بعدها بنشوفهم هما بيتحركوا ناحية نقيب أقوى فرقة في اليابان. إيجي بيقول لها اسمحي لي بتقديمك إلى غين نقيب الفرقة الأولى. وهنا ناخد الصدمة، نقيب أقوى فرقة هو عيل مدمن ألعاب. إيجي بيقول لها استني هنا شوية ويدخل يضربه، بيقول له مش أنا قلت لك هتيجي معايا على الساعة 2؟ أنت ليه مش منظف المكان؟ غين بيقول له دي غرفتي وأنا أعمل اللي عايزه. إيجي يقول له دي تخص قوات الدفاع. غين يقول له طب ليه انتوا مش بتنظفوها؟ بيظهر 3 جنود وبيقول لهم زي ما انت عايز ابدأوا في التنظيف الغرفة. بيقول لهم لا العابي سيبوها انا هنضفها. يجي بيمسكه وبيروح يعرفوا على كيكورو، بتبص فيه وبتقول مفيش اي احترام ناحية الشخص ده. غين بيقول لها ايوه انت بقى بنت ايسارو اللي الكل بيتكلم عنك، بتفتكر وبتقول العبيط ده ضابط اعلى مني لازم احترمه. بتعرف نفسها وبتقول انا كيكورو من الفرقة الثالثة هكون معاكم في الفرقة الاولى. بقول لها لا اريد شكليات اريد افعال. بصفة نقيب الفرقة الأولى في حاجة واحدة عايزها. في نفس الوقت بنسمع جرس هجوم كايجو يقول لها أيوه عايزة تعرف الحاجة دي، عايزك تشوفينا وإحنا بنقاتل. بعد شوية نشوف كايجو عملاق بيخرج من البحر، وبنشوف الفرقة الأولى وهي رايحة ناحية الكايجو بيجهزوا الأسلحة في اتجاهه وبيضربوا عليه نار لتغيير اتجاهه. بعد ما غيروا اتجاه الكايجو غين بيكلمهم بيقول لهم اضربوا عليه نار بالمدافع، بس الكايجو بيصد كل الهجمات بسبب الدرع اللي على جسمه. في نفس الوقت بنشوف كيكورو موجودة على طيارة اللي بتعدي من فوق الوحش، وبتبدي اعجابها بمهارات الجنود اللي متحكمين في حركة الوحش. واول ما غين يبلغهم انهم نجحوا في قيادة الوحش للمكان اللي هم عايزينه بيقول لهم استعدوا للعرض. بيرفع شعره وبنشوف عينه مليانة بالحماس وهو بينط من الطيارة يطلع سلاحه ويشحن الطاقة بتاعته في السلاح، وبوم يضرب الوحش ضربة واحدة مليانة طاقة. ويا الهي الكايجو ينفجر ويترمي في كل اتجاه. بنشوف غين وهو قاعد على السلاح بكل هيبة وشموخ. ما هذه قوة يا غين؟ اللي يشوفك من شوية ما يعرفكش دلوقتي، كل ده كنت مخبيه فين يا بطل؟ في الوقت ده كيكورو بتفهم ان اللي كان عايزه منها غين هو الطاقة المدمرة. في اللحظة دي بتعرف الوحش الحقيقي لقائد نقيب الفرقة الاولى لقوات الدفاع. تاني يوم بنشوف غين ماسك الجريدة بيشوف فيها خبر قضاء مينا على الوحش اللي هجم على المدينة وصورة مصغرة لغين. فاللي يشوف الصورة الكبيرة لمينا يقول ان مينا هي اللي قتلت الوحش مش هو. بيقعد يشتكي لكيكورو وبيفتح تليفونه وبيقرا في تعليقات يلاقي نصها بيتريق عليه وبيمدح في مينا فبيتجنن. في نفس الوقت بيحضر ايجي بيشوطه كانه بيشوط كوره وبيقول له ايسارو محتاجك في موضوع كايجو رقم 8. في نفس الوقت بنشوف كافكا وهو في الحجز بيتمرن وبيقول انه ليه 5 ايام من ساعه ما ايسارو كلمه. في اللحظه دي بيحضر بعض الجنود بيقولوا له تعال ورانا. بعد شويه نشوف كافكا وغين وكيكورو عند ايسارو. كافكا بيبص على غين وبيقول مش هو ده غين نقيب الفرقه الاولى؟ هو بيعمل ايه هنا؟ ايسارو بيقول له هنقلك للفرقه الاولى. بيقول له ايوه زي ما سمعت هتكونوا فريق اقوى كايجو مع اقوى فرقه، فعايزك في المهمه الجايه تثبت نفسك. غين بيقول له مش محتاجينه بس خليهولي سلاح استخدمه. ايسارو بيقول له هنحتاجه بسبب ان قوه الكايجو كل يوم بتزيد بطريقه مش مفهومه. كافكا بيقول له ما ينفعش اموت دلوقتي علشان اصدقائي اللي عايش علشانهم. بعدها بنشوف الهدف اللي هو ومينا توعدوا انهم يقضوا على جميع الكايجو ويكونوا افضل ضباط. بيقول له علشان كده عايز ابقى عايش. غين بيقول له مش مهم احلامك، اهم حاجه نشوف النتائج، وان فقدت السيطره مره اخرى هقتلك واحولك لسلاح. بعدها بنشوف وشيرو عند مينا بيقول لها وصل جميع المجندون الجدد ومن ضمنهم كافكا للفرقه الجديده. مينا بتقول له لازم نبدا شغل دلوقتي، انا هروح اتمرن تعالى معايا. تاني يوم بنشوف كيكورو بتجهز شنطتها للانتقال للفرقه الاولى. في نفس الوقت بنشوف ايسارو بينزل لمكان غريب وبيقابل شويه علماء بيقولوا له كنا مستنيينك، هو موجود هنا. بيبص بطريقه مش بتبشر بالخير. لحد هنا بتخلص الحلقه الاولى من الموسم الثاني كايجو رقم 8. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشتراك وقول لي افضل مشهد عجبك في الفيديو، والسلام.